احنا في أهم مركز من مراكز محافظة بني سويف، إهناسيا، اللي كانت عاصمة مصر في عهد الأسرتين التاسعة والعشرة، واللي بتقع غرب مدينة بني سويف بمسافة حوالي 17 كيلو متر بالقرب من مدخل محافظة الفيوم. وحدودها الجغرافية من الشرق مركز بني سويف، ومن الغرب محافظة الفيوم، ومن الشمال مركز ناصر ببني سويف، ومن الجنوب مركز سمسطة ببني سويف برضو. وزي ما قلنا إهناسيا كانت عاصمة مصر في عهد الأسرتين التاسعة والعشرة لمدة قرنين بحالهم، من 2242 ل 2452 قبل الميلاد، واللي كان اسمها وقتها أهنيس، ومنها اشتقت كلمة أو تسمية الحالية إهناسيا، وكانت عاصمة المقاطعة 20 في صعيد مصر لحد ما هاجمها أمنحتب الثاني واستولى عليها. والمنطقة الأثرية في إهناسيا بتبلغ حوالي 390 فدان، وفيها كتير من بقايا المعابد اللي تم العثور عليها، ومن أهمها تمثالين من الكوارتز لرمسيس الثاني. وإهناسيا القديمة كان اسمها نينسو بالمصرية القديمة، وبالإغريقية كان اسمها هيراكليوبوليس ماجنا، نسبة للمعبود الإغريقي هيراقل اللي كان بيعادل أو بيوازي الإله المصري حرشف. وتأسس معبد الإله حرشف اللي كان موجود على بحر الفرعونين أمنمحات الأول وسيزوستريس الأول من الأسرة ال12، وكان المعبد والبحر موجودين في منطقة هيراكليوبوليس ماجنا، واتعمل توسعات للمعبد في عهد الأسرة ال18، وقام رمسيس الثاني بتجديدات في المعبد، وحط قدام بهو المعبد تمثالين كبار ليه. وفي عهد الأسرة ال23 استبدلت بعض أجزاء المعبد خلال فترة الحكم الإغريقي الروماني، بحيث يحصل تناسق واندماج بين إله الإغريق وإله المصريين، لدرجة إنهم نسبوا إله المصريين حرشف لإله الإغريق هرقل. وأطلق على إهناسيا أم الكيمان لكثرة التجمعات الرملية والكثبان فيها. دي كانت جولتي في إهناسيا عاصمة مصر الفرعونية. أشوفكم في جولة جديدة، وأتمنى تكون الجولة عجبتكم وجميلة يا بلدي.